يلا بينا يا شباب نكمل باقي حلقة المرة اللي فاتت وتفتيح باكجات. مش ناس كتيرة طبعا عشان الريتش عندي ضعيف شوية، مفيش كتير علق لي خصوص زيكو غير واحد بس، لكن اللي انا شفته من خلال اليوتيوب والفيسبوك اغلب الناس يعني مهتم قوي بزيكو، فانا ما بصراحة ما لعبتش بيه ولا مرة وما اعرفش اداؤه، بس يعني من كلام الناس عنه فهو لا كارت لا ما ينفعش نستغنى عنه. وانا من كلام الناس يعني ومن الفيديوهات اللي انا شفتها انا متحمس ان انا اجرب اللعب ده. هنفتح ميات، مش هنفتح 900 مرة واحدة عشان احنا اصلا يعني مش باقي غير 45 لاعب بالظبط. حظ سيء بجد، 45 لاعب عشان يطلع لي المرة اللي فاتت ماركو رويس ودييجو فورلان، باقي معانا بس زيكو، وعايزين نشوف حظنا هيقول ايه. هنجرب واحدة اللي هي المجانية عشان انا ما فتحتهاش وهنودي. طيب ده اساسي يعني، هنودي ب100. طيب واحدة ب100 عشان يطلع لنا زيكو، ما طلعلناش زيكو. طيب اللي جاية دي بحظ كراس سيء برضو، مش جاية خالص مش جاية خالص. طيب هنودي واحدة ب900 وربنا يستر، ودي بحظ كراس برضو عشان الراجل ده تعبان معايا بصراحة في الكومنتات. فيلا بينا. 4. حظ سيء يا جدعان، حظ سيء بجد. يعني ايه يعني ما يتفضلش غير واحد بس. طيب واحدة ب100، انا هقضيها بميات عشان كفاية. اكيد مش هو، يعني مفيش اي حاجة تدل ان هو. ان شاء الله اللي جاي حظ زملكاوية حرفيا يعني. طب بحظي اساسي يعني. انا في ناس اعرفها طلع لها من المجانية، في ناس اعرفها طلع لها من المجانية، الا انا هتخلص كل الكوينز يا باشا عشان يطلع لك عادي يعني. اللي جاية دي اللي جاية دي ان شاء الله يعني. طب ايه؟ طب انت عايز ايه مني تاني؟ بجد عايز ايه مني تاني؟ انا ما شفتش حظ كده بجد، ما شفتش حظ كده. اللي جاي بحظ المتابعين. مفيش فايدة برضه، مفيش فايدة. طب خلاص كفاية. هو هو يا يا لقد هرمنا من اجل هذه اللحظة. انتوا متخيلين كان فاضل 20 لاعب يا جدعان على الباكج كلها من 150 لاعب؟ طب انتوا كنتوا مستنيين ايه تاني يا جدعان؟ بجد طلع لنا زيكو، عايزين نجربه ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. وقولوا لي احط بوستر ايه لزيكو عشان انا ما اعرفش بصراحه ايه افضل بوستر ممكن يكون مناسب لزيكو. كويس ان انا ما اتهورتش ورحت ضربت واحده ب900 في اخر مره، انا كنت بدات امل، انتوا فاهمين. وصل معانا 105، دي التطوير التلقائي لسه ما عملتش فيه اي حاجه، بس الى حد ما كويسه. السرعه 89، التحام جسدي 75، التوازن 96 او البالانس 85، وعي هجومي 99، تحكم في الكره 97، جري بالكره 101، استحواذ في المساحات الضيقه 94، تمريرات منخفضه يعني هيعمل سرعات حلوه للمهاجمين، تمريرات مرتفعه 85، انهاء هجمه 85، مهاره تسديد الركله وانحناء 91 89. على الورق الارقام حلوه، من كلام الناس متشوق قوي ان انا العب بزيكو. عايز اجرب اول مباراه، فاحنا هنستغنى عن ايدن هازارد مثلا اول مباراه ونلعب بماركو رويس، وهنلعب معاهم فورلان عشان فورلان ما خدش حقه المره اللي فاتت، فاحنا ايه هنجرب المره دي كمان. يلا بينا رجاله نجرب اول ماتش ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. لعبت كام ماتش بعد الحلقه اللي فاتت ورفعت التقييم. الزمالك عمك يا عمي ده اساسي. كون ان هو زملكاوي ومصري فاكيد لعيب، اكيد لعيب. مبابي ممكن يلعب اوباميانج، زيكو تمام، وفورلان تمام، بيكن باور وكليني، لا بيكن باور وبيول زي ما انتوا رجاله. كده كده الاسهم كلها اللي بره تعبانه شويه، تشكيلته حلوه. رومانيجي معاه ربنا يستر، ومعاه ليليان تورام. انا اتقفلت والله بجد، انا اتقفلت. احنا هنجرب، احنا مش لاعبين عشان نفوز، احنا لاعبين عشان نجرب اللعيبه، ف مش عايزين ناخد الموضوع ايه على صدرنا. طالما زملكاوي يبقى لعيب. اغلب اللي بقابلهم زملكاويه بيزعلوني بصراحه. هنا نحن في الأسطورة البرازيلي يعتبر واحد من الأفضل في التاريخ في مركزه، ولا شك أنه يمثل إضافة قوية هنا. سيظل زيكو أسطورة من الأساطير اوباميانج الكبيرة في تاريخ الكرة البرازيلية. ينجح في إبعاد الكرة.
حلوة حلوة البدايات اللي ما بحبش خلط بجد، ما بحبش خلط، لعيب موت ما بحبوش. حولها للجهة اليسرى. الآن نشوف اللي يعتمد هنا على الهجمات المرتدة في أسلوب لعبه، يحاول استغلال المساحات اللي يتركها الخصم في الخلف وينقل الكرة بسرعة من الدفاع الهجومي. هي كانت هتضيع بس انا قلت اضمنها على قد ما اقدر لان هو بيحرك الحارس حلو. ياه لو عدت يا عم وراك والله. لا 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 ما تديش السلوك، بلاش الحيوان ده. لا 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 لا. طب ده انا حتى اعمل معاه مراقبه ولا ثقه والله ولا مؤثر في اي حاجه. بالله عليكم ده هدف يعني؟ هي اصلا الكرة ميتة وطالعة بره فجأة كده لقيت واحد عمل لها كده. كونامي مستفزة بصراحة، مش عارف اجرب اللعيبة وزملكاوي يعني لعيب. الواد قريني بصراحة، الواد عارف انا هعمل ايه. ماشي لعيب موت، لعيب والله. انا كرهت الزمالك بسببك والله العظيم، ما طبيعي اللي بيحصل. هو الواد لعيب وكل حاجه بس يعني طب ليه اللعيبه تقيله كده عندي؟ اللي بيعجبني في فورلان بصراحه لو حط مدافعين في ظهره خلاص الموضوع خلص. طب انت بتعمل اعدادات اللي هي بجد يعني؟ انت فايز فرق 3 والدقيقه يمكن 78، فانت بتعمل اعدادات في ايه؟ ما لحقتش اجرب زيكو والله العظيم، ما لحقتش اجربه. الدقيقه 79 تشكيلته جامده يا جدعان بصراحه، ادي كل واحد حقه، تشكيلته جامده. لعيب حلوه فشخ. هي الكرة في نسخة انيستا دي رهيبة. الماتش اللي بعده على طول. بس هو عامل كل حاجة في المباراة، الواد يستاهل، الواد يستاهل. يعني خلف الكواليس بفوز عادي والدنيا حلوة، سجل مثلا اي مباريات كونامي تروح مدياله واحد كده 2300 2800 2900. ايه يا عم ايه يا عم؟ طيب ماشي 397 وانا اكتر، منطقيا افوز واجرب زيكو وابو زيكو كمان. طيب هو السهم بتاع زيكو ضايع. فورلان زي ما انت محتاجك، اللعبة تعبانة النهارده بس انا برضه عايز اجرب زيكو. مارك رويس السهم بتاعه رايح يمين، فاحنا كده كده جربناه وقلنا راينا فيه، بس انا محتاج ديجو فورلان. انتوا فاهمين؟ محتاج ديجو فورلان عشان الصرامه اللي هو بيلعب بيها مع المدافعين، تشكيلته متواضعه، ما عنديش حجه بقى اخسر بيها الماتش ده. يلا بينا. حط فورلان، حلوه دي. طب هي نفس بدايه المره اللي فاتت ليه ما كملتش؟ يا اسطى انا لفيت بيك عشان تحطها ار2، انت ليه حطيت الكرة على رجلك اليمين؟ شخصيته في هذا اللقاء، تفكير سليم هنا بإبعاد الكرة. الركنية ضاعت ونشوف فرصة مضادة. لا 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 مستحيل، دي ضربة جزاء، دي ضربة جزاء.
الظاهر كده السكريبت معايا مش ضدي، معايا. استعادة سريعة للكرة. جميلة. حلوه يا زيكو. قوية من فورلان. طب ما انت بتحط على طول في الدقيقه فيا، اشمعنى دلوقتي يعني؟ الآن محاولة لرد الخطورة. كورتا. سهولة في نقل الكرة خطيرة هنا. الله على الكرة في المرمى. ماشي، اللي بعده. دفاع جميل في الأداء. شوف اللعبة، شوف كل شيء في الوراء. لا يا فورلان، لا يا فورلان. تسديدة. بالتمرير. تعال يا زيكو. شوف المتعة والفن والإمتاع بالكرة. حلو خطيرة على المرمى. حلو 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 حلو. بس هلعبه الناحيه التانية. في النتيجة سيحاول الحفاظ على هذه الأفضلية حتى الصافرة. تغيير خطيرة. حلوه. جميلة في طلب للصافرة هنا لكن الحكم الآن وصلت للهدف. يلا شوت. حلو يا زيكو. حلو الفولو، حلو الفولو. حاسس ان في تطويره معينه كده لزيكو هتكون افضل من دي. طيب انتهي الشوط الاول ب 3-1. الخصم متواضع بصراحه، الخصم متواضع، فدي انسب فرصه ان انا اجرب فيها اللاعيبه دي. بس انا لعبت زيكو الناحيه التانية اللي هي ناحيته، المفروض ناحيه الشمال، فاحنا هنشوف الشوط التاني ونقرر. جاءت الاستراحة والآن نعود إلى شوط المباراة الثاني. ميسي. ليونيل ميسي. انا بستعبط والله العظيم، انا بستعبط. هالاند. بس هالاند خلاص ميسي يا ابن اللعيبه. في طريقه الى المرمى. لقيت فورلان طلب الكرة راح حاططها له، بس المدافع قطع عليه. جودة الفريق في التمرير. أوباميانج. يا سلام. كنت شوت يا حبيبي. ربما عليه ان يلعب بشكل جماعي اكبر. مرت من الجميع. فورلان. قوي. مين ابن اللعيبة اللي عمل الثرو ده؟ هجوم لا يتوقف. مين ابن اللعيبة اللي عمل الثرو ده؟ لكني لا يقهر. ده هازارد؟ بعد مباراة عظيمة. مالك والله يا هازارد. مباراة للتاريخ هنا. صراحة مباراة للتاريخ. هذه مباراة لم ينسى. مش طبيعي يا جدعان، مش طبيعي. كرة في رجله ومعاه 2 مدافعين مش عارفين ياخدوها. فرصة. الآن إمكانية زيادة الفارق. ليونيل ميسي. انا عملت كيرف، والله عملت كيرف. ماشي، انت هتهاجم انا هاجم زيك. فورلان تمريرة خلف المدافعين. تمركز سليم لقطع الكرة. ده باص. الآن محاولة لرد الخطورة. الخطورة الآن في الجانب الآخر. ميسي. تألق غير عادي من ماشي، لما كانت هي دي وما عملتش ليه نفس الكيرف ده؟ ضغط كبير يساعد. حط زيكو. زيكو. هازارد. فرصة الآن. يا سلام على كرة في المرمى. هدف يشعل. أي كلام لم ينجح حتى في تجاوز. يلا زيكو بتاعتك دي. زيكو. وجد طريقة خطيرة. مهارة غير عادي خطيرة. الدبل التاتش بتاعته حلوة. إلى جهة. الكرة لفورلان. قوية من نيمار. العارضة تتصدى. زيكو يضيف اسمه لشريط الأهداف هنا. زيكو. تيمبر يستقبلها في وضعية جيدة. شوف الارتقاء أروع. تقييم الزيكو لحد دلوقتي شغال، بس انا حاسس ان في حاجه غلط في التطوير. تقريبا السرعه محتاجه تزيد، انهاء الهجمه، التسديد نفسه بتاعه برضو مش انت بتشوط الكره مثلا مش بتحس انها هدف، لا هي التسديده وخلاص. فالحاجات دي برضو عايزه تتظبط. بعد الحلقه هجرب، انتوا فاهمين، وهشوف نلعب ماتش كمان عشان وقت الحلقه. بس متنسوش تروحوا للتيك توك وتعملوا لي فولو وتعملوا شويه لايكات كده على الفيديوهات اللي انا منزلها، عشان الفتره اللي جايه هعمل ستريم هناك في الاغلب يعني ان شاء الله. بس يعني الحوار هياخد مني شويه وقت، ادعوا لي يعني. تركي اهم حاجه، مش مصري وزملكاوي. ليليان تورام برضو
انت طالع في كل حته ليه يا اسطى كده؟ تعبتني. اوليفر كان، الله المستعان. يلا بينا. حط حط حط. دبابة بتلف. اللهم لا حسد يعني. لا 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 يا ربي، انا بضغط على الباص عشان يضغط، بس الكرة وصلت له. يلا روح يا ابني، يا ابني تعبت منك يا ابني، يخرب بيتك يا ليليان ترام. تعبت منك والله العظيم. اشوفه كده ترعب، مش طبيعي. انت بتعمل الثرو اللي هو مستني يلا امبابي يستلمها، مش عارف تلاقي واحد كده طلع لك من تحت الارض اخد الكوره. حلوه زيكو، والاحلى اللي عمل معها فولو. يا لغيتها والله، والله لغيتها يا اسطى. يا ولد يا زيكو، يا ولد يا زيكو، الفولو بتاعك تحفه. انا فاجئ لقيت واحد كده، انا اصلا بصراحه عشان عامل سترول لديجو فورلا، لقيت واحد جالي من تحت الارض. اهم حاجه ان هو تركي. ما تنسوش تعملوا لايك، ما تنسوش تعملوا لايك، ولو هتعمل شير برضه قشطه يعني، انا راضي. روح يا فورلا. انا بستعبط يعني، انا لو مهزوم لا انا هدخل بالكره لجوه لقدام واشوط، لكن انا ما اديتوش فرصه ان هو يلف اصلا. ايه يا عم، مين الحارس ده يا جدعان؟ ما خدتش بالي منه انا، عشان كل الكره دي اهداف. اوليفر كان قلت لي. طيب يا عم، حتى وانت بره برضه. انا بستعبط والله العظيم. روح اقول فورلان بيخلص يا جدعان. خرج خرج. تنتهي المباراة يعني. نلعب ماتش كمان. طيب نلعب ماتش كمان، نحاول نوصل ديفيجن 2. يلا بينا. بالنسبة لزيكو زي ما قلت لكم، هو محتاج تطويرة، ممكن يعني اعلي السرعة عنده شوية، ونشوف البوستر التاني نضيف له ايه. بس انتوا اللي تحددوا يعني، انتوا شايفين ايه افضل بوستر ممكن اضيفه مثلا لزيكو. تمام يعني، ده ماتش ديفيجن ان شاء الله، ديفيجن 2 ونخلص كده، ندخل في العك ديفيجن 2. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، وبرضو لو انت حابب التيك توك فبرضو عامل قناة على التيك توك، ودي اللي هستريم عليها. انا بحب اذكركم كل شوية، عشان ممكن تكون نسيت، ممكن تكون قلت خلاص هدخل وبتنسى، فانا بحب افكرك، مش برخم عليك والله. حلو حلو الفولو ده يا اوباميانج، حلو الفولو ده. لا 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 لا، الكرة ميتة يا اسطى. انت بتحتفل؟ انا عايزك تحتفل.
عايزك تحتفل. لأنه بعد الإنقاذ جاءت المتابعة لتقضي على جهوده. تحرك رائع من دون شك. تسديدة من أوباميانغ. يا سلام على كانت الكرة هتضيع. في المرمى. بس انا عايزك تحتفل برضه. على الأجواء. هدف يثير. انا هتكلح عليك بس مش دلوقتي. تمريرة. عرف كيف يمر. تمريرة جميلة هنا. محاولة خلق خطورة. أصبحت أكثر خطورة. إمكانية تسديد الآن خطيرة هنا. هتحطها فورلان، هتحطها فورلان، فورلان. يمكن يسجل. يا ابني انت اللي غلطت. طيب اعمل لك ايه تاني؟ لا ماشي. زيكو. هنا التسديد. هل تمر الكرة؟ أوباميانغ. الإمكانية الآن. مش انت اللي عصبت ديجو فورلان؟ استحمل. اعتذار رسمي لديجو فورلان الحلقة اللي فاتت. قلت مش زي ما هو كنت متوقع، لا هو فوق ما انا متوقع. كان في حالة توهان. تأكيد الفريق المتقدم في النتيجة. لو جدع خدها منه. على هذه الأفضلية حتى الصافرة. تصطدم في العارضة. حلوة. رايح فين يا اسطى؟ النت والله دوست ثرو. والله دوست ثرو بس النت بيعلق. ما احتفلتش ليه يا اسطى؟ قبل الاستراحة مباشرة. هدف يعطي تأثير على ما سيحدث في غرفة لعبة خطيرة. 3 minutes at a time. لا 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 لا, لا بتاعتنا دي. تعادل ده ماشي. احتفل تاني ماشي. في وسط الملعب استغلت بشكل سريع هنا. والهدف عقوبة مستحقة. لا يمكن تحمل ارتكاب الأخطاء. يلا جول. يا راجل حط في البعيدة يا راجل. معادنا الشوط التاني يا اسطى. معادنا الشوط التاني. بس انا استعبطت وهزرت كتير. هزرت. تمريرة جميلة الآن. خطيرة. ايه يا اسطى ده؟ فرصة لتحول هجومي سريع. وصلت الكرة الآن قوية من إمبابي. خطأ وركلة. هو انا اللي عملته؟ تبدو خطيرة الآن. ايه اللي عملته بجد؟ صفراء كان يعرف أن يستحقها بصراحة بعد. Number 9, Fernando Torres. Number 18, Scholes. إمكانية Coming on the field. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. هي ورايحة بتقول هدف. هي ورايحة بتقول هي هدف. سلام على رأسية رائعة دخلت في الشباك. تحرك الهجومي رائع هنا. والضربة جاءت. لا عليك بيتر تشيك يا جدعان. ما كانش كده. ما كانش كده. كنت ادوس الباور على طول خلاص يطلع. مش فاهم ليه بيستلم الكرة ويعمر مش فاهم بصراحة. وريني اصلا انت عملت ايه طيب؟ مبابي وفينيسيوس زي ما هما. اينتراخت فرانكفورت يسير في الاتجاه الصحيح في المحاولة الهجومية. عدي. تقدم للأمام دائما. هالاند. فينيسيوس جونيور. البينية حلوة الآن. وصلت بشكل رائع. انقاذ من الله على المهارة. ارتقاء غير عادي. ويا لهم الحارس. يحاول اختراق الدفاع بالتمويل. فرصة. شايفين النت يا جدعان؟ لكنه لم ينجح. ثاني في التقدم. واثبت ان عنده سرعه كبيره في التحول. يا لها من يلا شوت. يا سلام على كوره في النت الشباك. لو انت مثلا دوست باص، لو النت ضعف في اللحظة دي مش هيعمل الاوردر ده. انتوا فاهمين؟ ودي مشكلة النت. كرة القدم. إذا ارتكبت الخطأ هنا يعني الخطورة ستكون. فينيسيوس جونيور. يلا جول. ايه يا عم الجامد؟ فرصة. عليا ازاي؟ هو انا بستسهل المباراة ليه؟ يعني هو ممكن في اي لحظة يجيب هدف دلوقتي عادي. الله على هذه الروح وعلى
في لحظات سرحان كده انا بسرح فيها في اللعبه وبستسهل المباراه، مع ان ممكن فعلا باي هجمه مرتده يجيب هدف. يعني بص الاحصائيات، انا بقول لكم ان انا بستسهل المباراه وممكن في اي لحظه يرجع يتعادل. فدي مشكله فيها بصراحه، ان انا لو كل مباراه بلعب بيها بنفس الحماس قصاد واحد قوي واحد ضعيف، فايز 3 فايز 2 فايز 5، المفروض العب بنفس القوه، بس انا اللي بستسهل. 22 تسديده، 15 منهم على الجول، هو 12 10 على الجول. تنتهي حلقة النهاردة، وصلنا ديفيجن 2. كان لازم اوصل ديفيجن 2 بصراحة، عشان نقرب اكتر. اتمنى تكون الحلقة بتاعت النهاردة عجبتكم. لو عندك اي كومنت حلو متنساش تكتب لي تحت في الكومنتات، وما تنساش تروح للتيك توك عشان تعمل لي فولو. ولو انت برضو ناسي انك انت تعمل سبسكرايب لقناة اليوتيوب، فانزل اعمل سبسكرايب لو انت حابب المحتوى يعني، وفعل زر الجرس لو انت حابب كل حلقة تنزل توصل لك على طول. اشوفكم في الحلقة الجاية. سلام.